السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل بطاطس محشية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معانا لحمة مفرومة وفرمة عليها بصل. أنا بفرمها بفرم عليها البصل، فرمت عليها البصل يعني ما احتجتش ان انا اقطعه. وهنحط حلة على النار مش عليها اي حاجة، مفيهاش اي مادة دهنية ولا اي حاجة لان اللحمة فيها دهون، وعليها ملح وعليها فلفل اسود وسبع بهارات وبهارات لحمة ورشة جوز الطيب. هنقلبها كده وهنحط الملح. لما بدأت تخش في السوا نحط الملح. هنا خلاص استوت معانا واتعصجت، ما بتاخدش بقت اللحمة معانا. هنا معانا بطاطس مغسولة ومتقشرة ومتقورة، هنا بوريكوا اهوت. وهنا معانا بطاطستين هقورهم معاكم عشان اوريكوا تقوروها ازاي. نغسلها ونقشرها ونقورها ونقعها في ميه عشان ما تحمرش معانا. هنا هنقورها اهوت ونخليها وسط، ولا كبيرة قوي من جوه ولا رقيقة قوي، عشان هي سمكها مظبوط زي ما احنا شايفين. بوريكم من جوه التانية برضو معاكم اوريها لكم. متنسوش اللايك اهيت. هنا معانا صينية هناخد بقى كل اللي احنا قورناه دوت الفحت بتاعها، نحطه في الصينية، نحط عليه ملح وفلفل اسمر ونقلبه. نحطه في ارضية الصينية كده بيحافظ على البطاطس، بيبقى طعمه حلو برضو. نحط عليه معلقتين لحمة اللي احنا عصرناها، نقلبها عليها كده. وبعد كده نحشي بقى البطاطس. انا بحطها كده مش بحمرها ولا اي حاجة، في بيحمروها بس الطريقة دي افضل بكتير واخف بكتير للناس اللي عاملة دايت. ومن غير دايت هي طعمها حلو جدا كده من غير ما تتقلق قبلها. وبطاطسية كده لسه بحالة وهي نية، بنعبيها باللحمة، نحشيها بقلب اللحمة. انا بوريكم. نفضل نكبسها كده بكتير عشان نعرف ان هي مش مفرغة من جوه، كلها فيها لحمة. نضغط عليها كده بصبعنا. هناخد التحشيش كل الكمية خلاص. هنعلق بقى عليها النار. معانا كوباية مية، واحط واحدة كمان. بتبقى نصها كده مية، نص الصينية مية، ومعلقة سمنة بلدي. ورشة ملح ورشة فلفل اسود، ونغطيها. اول ما تغلي هنحط الفلفل الاسود اهو. هنغطيها بقى لحد ما تغلي. هنا كانت غلت معايا، اول ما تغلي بقى نوطي النار. انا بوريكم اهو بزق الصينيه عشان اوريكم ان انا هوطي النار. هي كانت عاليه هنا على الاخر. اول ما تغلي بقى نوطي النار سيبها تستوي براحتها. شايفين هنا كانت استوت معانا اهو، بتك عليها بصبعيات بتتفتح معايا بكل سهوله. ندخلها بقى الفرن تتحمر على الشوايه. هنا كانت اتحمرت معايا اهي، تبوريكم عامله ازاي. يا توصلتوا معايا لاخر الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومتنسوش بتعليقاتكم. شايفين من جوه عامله ازاي، مستويه خالص ودايبه خالص، طعمها حلو جدا وخفيفه جدا. جربوها مش تندموا. شكرا.